سيحيها وعلى الدقيق ضيفيها، دي احلى فطاير فلاحي بالسمنه البلدي هتعمليها. اشتريت كميه كبيره من السمنه البلدي، اقول لكم ليه؟ اصل هي عليها عرض، قلت يلا يا نشوى استغلي العرض وهاتي اكبر كميه وخزني منها رمضان. دي احلى زبده تشتروها، هي زبده الشتاء يا جماعه. في الاول كنت مقلقه، بس شركه دهب طمنوني وقالوا لي المندوب واقف على الباب، جربيها لو ما عجبتكيش رجعيها. طب انا لا، لسه هقعد اجرب واخد وقت. قالوا لي كمان معاكي يومين يا ستي، لو ما عجبتكيش رجعيها خلال اليومين ده. قلت ما بديهاش، يلا هاتولي الكميه اللي انا عايزاها اوزع بقى منها لحبايبي وقرايبي، او نشترك انا واصحابي في الكرتونتين الحلوين دول. الكرتونه من دول فيهم 10 كيلو من الزبده الصفراء او الزبده البيضاء، بمعنى اصح الزبده الجاموسي او الزبده البقري. كمان لو انتوا ما بتعرفوش تسيحوا السمنه او الزبده، انا النهارده هقول لكم تسيحوها ازاي، او ممكن تشتروها جاهزه في البرطمانات زي ما انتوا شايفين معايا كده. اول حاجه اتبشرت بيها بالخير وانا بفتح البرطمان لقيتها ريحتها حلوه جدا. ببص في اخر البرطمان لقيت المرطه، وعرفت ان دي حاجه مبشره ان الزبده اللي معانا دي زبده حلوه يا جماعه. تعالوا بقى نجرب ونعمل منها وصفاتنا وخلطاتنا ونشوف هنسيحها ازاي. الاول جبت حله كبيره عندي كده حلوه، وجبت 2 كيلو من الزبده الصفراء اللي هي الزبده البقري، وابتديت ان انا اضيف الزبده في الحله. وانتي بتسيحي الزبده لازم تكون طريه او لينه مش مجمده. هترفعيها على النار، في الاول النار هتبقى مرتفعه وايدك فيها في التقليب لحد لما توصل معاكي للشكل ده. هتهدي عليها النار خالص وانتي بتستمري في التقليب. بعد ما كل الفقاقيع دي تختفي خالص، تعرفي ان الزبده بتاعتنا بقت جاهزه ان احنا نخزنها وناكلها. بعد كده بطفي عليها وقلت تعالوا بقى اما نعمل شويه كده ايه، عايزه اقول لكم قرص كده او فطير كده ايه فلاحي حلو. جبت 3 كيلو من الدقيق عشان انا النهارده عامله كميه كبيره. ضفت عليهم 3 معالق كبار من السكر، هضيف عليهم كمان 3 معالق كبار من الشمر على اليانسون. قبل ما بضيف الشمر واليانسون دوت على الدقيق بديله كده ايه لفه كده على النار، يعني بمعنى اصح بخليه يفقد الزيوت العطريه اللي فيه، بدفيه يعني. ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، كمان معلقتين كبار من السمسم. لو انتوا مش حابين الشمر واليانسون وتكتفوا بالسمسم بس فما فيش مشكله. رشه ملح، وال3 كيلو دقيق عليهم كيلو من الزبده اللي احنا سيحناها. لازم الزبده هنا وانت بتضيفيها على الدقيق تكون سخنه جدا جدا، لان في الوقت دوت انتوا هتشموا ريحه حلوه جدا جدا يا جماعه. بعد كده بتبتدي ان انت تبسي الدقيق ده كله بايديك الحلوه دي، بس طبعا بعد ما تتاكدي ان دي ايه يعني خلاص ما بقاش سخن خالص، لحد لما يوصل معاكي للشكل اللي هو زي رمل البحر كده. في الوقت دوت كمان ببقى محضره الخميره، وبنعملها النهارده بالرايب او باللبن الرايب. معاكي كيلو من اللبن الرايب على 3 كيلو دقيق، وتستمري بقى في العجن وهاتك عجن. ما تضيفيش الخميره غير بعد لما تضيفي الزبده وتعجني فيها لحد لما توصل معاكي للشكل ده. في الوقت دوت انت هتسيبي العجينه بتاعتنا تريح شويه، انا مش هخمرها دلوقتي، هنسيبها لحد لما ترتاح، وبعدين نبتدي ان احنا نشكلها ونعملها بقى كور. عايزه تعمليها صوابع اللي تحبيه، عايزه تحشيها كمان مفيش مشكله. انا حشيت نصها بالعجوه الحلوه دي، والنص التاني عملته ساده. بعد ما بتخلصي الكميه كلها بتسيبيها بقى لحد لما تخمر، وبعدين تبتدي عمليه التسويه. عايزه اقول لكم الريحه في البيت تلاقوا عندكم خير كده، ريحة حلوة جدا، وده إن دل يدل إن شركة دهب بتقدم عظمة يا جماعة. الزبدة بتاعتهم حلوة جدا جدا، ريحة الفطاير وطعمها فوق الرائع. فطاير فلاحي فلاحي، يعني تحسوا ان انتوا يعني قاعدين في وسط الغيط بتعملوها. كل التفاصيل هسيبها لكم في اول تعليق، واللي هيجربها هي على ضمانتي، غير ان المندوب مستنيكوا على الباب تجربوها، وقدامكم كمان يومين ان انتوا تجربوها، ولو ما عجبتكمش ترجعوها. انا بقول لكم الضمان دوت من عند مطبخ نشوى. وكمان عايزاكم تستفادوا بالعروض اللي عاملاها شركة دهب. شكرا شركة دهب على المصداقية، وشكرا على الزبدة الحلوة ديت. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.